يا ترى بعد سقوط الدولة الأموية إيه هي أحوال المسلمين ومين هيتولى الخلافة على المسلمين ومين الدولة اللي هتيجي تمسك الخلافة بعد الدولة الأموية؟ ده اللي هنتكلم عنه في فيديو النهاردة. حضروا بقى دلوقتي ورقك كراستك وقلمك الجميل وسجلوا معايا أهم النقاط في الدرس ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مس نيرة ياسر. دلوقتي هنتكلم عن عصر الدولة العباسية. اتفقنا واتكلمنا الحصة اللي فاتت عن سقوط الدولة الأموية وعرفنا اي اسباب سقوط الدولة الأموية وسقطت على يد من. طيب دلوقتي بقى في دولة جديدة هتظهر اسمها الدولة العباسية. سمعت قبل كده عن الدولة العباسية؟ طب سمعت قبل كده عن اشهر خلفاء الدولة العباسية؟ ما سمعناش. هنعرف النهارده ايه هي الدولة العباسية وقامت على يد من ومين هم اشهر خلفاء الدولة العباسية. هنقول في البداية ان الدولة العباسية طبعا قامت بعد سقوط الدولة الأموية. الدولة الأموية سقطت عام 132 هجريا، فبالتالي قامت الدولة العباسية عام 132 هجريا ل 656 هجريا. هي قعدت اكتر من 5 قرون، يعني قعدت اكتر من 500 سنة. بما ان مدة حكم الدولة العباسية كبيرة جدا زي ما احنا قلنا اكتر من 5 قرون، فاحنا قسمناها للعصر العباسي الاول والعصر العباسي الثاني. ما هو الزمن كبير جدا، فبالتالي احنا قسمناهم العصر العباسي الاول والعصر العباسي الثاني. بما انه العصر العباسي الاول فهو اول مراحل من السنين الاولى، يعني من سنه 132 هجريا ل 232 هجريا كده، يعني اول 100 سنه بالظبط كده. يعني القرن الاول من العصر العباسي ده بسميه بالعصر العباسي الاول، اللي هم اول 100 سنه. طب يا ترى العصر ده كان عامل ايه؟ قال لي العصر ده كان بيتميز بالقوه والازدهار في كل المجالات وبنسميه بالعصر الذهبي، فبالتالي سمي العصر العباسي الاول بالعصر الذهبي للدوله العباسية. ليه؟ قال لي لأنه كان في تقدم ملحوظ في كل المجالات، تقدم في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والمعمارية والإدارية وغيرها، فبالتالي العصر العباسي الأول سمي بالعصر الذهبي. نشوف بقى العصر العباسي الثاني. قال لي العصر العباسي الثاني بما إن احنا قسمنا فهيبقى في اختلاف. قلنا عصر عباسي أول يبقى كان في ازدهار، كان في تقدم، كان في عصر ذهبي. طب العصر العباسي الثاني العكس، كان في فوضى، كان في ضعف، كان في انهيار، كان في سقوط. العصر العباسي الثاني بيبتدي من 232 هجريا ل 656 هجريا. طبعا فترة طويلة جدا، وكل ما الفترة طالت فكل ما هيظهر فيها مشاكل وهيظهر فيها خناقات وثورات وحروب ومشاكل كتير. طيب يا ترى العصر العباسي الثاني كان عصر فوضى وضعف. ليه؟ قال لي بسبب تدخل جنود غير عربية او عناصر غير عربية الاتراك. قال لي الاتراك دول استعان بيهم الخليفة المعتصم بالله ودخلهم في الجيش والإدارة، فبالتالي هنا عندي عنصر غير عربي، عنصر أجنبي زادوا في الجيش، فبالتالي بدأوا يتدخلوا في شؤون الداخلية للجيش والإدارة والحكم. ده كان أول سبب من أسباب الفوضى اللي حصلت في العصر العباسي الثاني. تاني حاجة إن الخلفاء اللي كانوا موجودين كان شكل بس، ما كانش بيعمل حاجة، يعني هو قاعد في مكانه. في خليفة موجود بس الخليفة ما بيقومش بأي عمل من الأعمال المطالب بيها، ما بيروحش يلف في البلد. وكل ما الفترة طالت فكل ما هيظهر فيها مشاكل وهيظهر فيها خناقات وثورات ومشاكل كتير. طيب لما يجي لي سؤال يقول لي دلل اتسم العصر العباسي الثاني بالفوضى، أرد أقول له إيه؟ أنا عاوزة دليل إن كان في فوضى. هقول له أول حاجة عندي بسبب استعانة الخليفة المعتصم بمين؟ بالجنود الغير العربية اللي هم الجنود الأتراك، وبالتالي بدأوا يتدخلوا في شؤون شؤون الداخلية للبلاد. رقم 2 قال لي إن معظم الخلفاء كانوا بيحملوا اسما فقط، ما بيعملوش أي حاجة. لو جالي سؤال تاني يقول لي بما تفسر ليه العصر العباسي الأول عرف بالعصر الذهبي؟ طبعا لأن كان في تقدم ملحوظ في كل المجالات أو مختلف المجالات المتعددة. طيب بعد كده نشوف مين هم أشهر خلفاء الدولة العباسية. أشهر خلفاء الدولة العباسية هم 5. أول خليفة عندي أبو العباس عبد الله، أبو جعفر المنصور، هارون الرشيد، المأمون ابن هارون، المعتصم بالله. نشوف أول خليفة عندنا هو أبو العباس عبد الله. قال لي أبو العباس عبد الله ده المؤسس الأول، أو يعتبر ده اللي قام بوضع الأساس للدولة العباسية، هو اللي حط الأساس اللي قامت عليه الدولة العباسية. قال لي أبو العباس عبد الله حكم من سنة 132 هجريا ل 136 هجريا. طيب في الوقت أو في الفترة اللي حكم فيها بقى عمل إيه؟ قال لي أول حاجة عملها استطاع تثبيت أركان الدولة الإسلامية زي ما قلنا، بما إنه هو أول خليفة عباسي. تاني حاجة عملها قدر إن هو يطور الطريق ما بين مكة والكوفة وزوده بالمنارات لهداية المسافرين، يعني الناس اللي راحت حج راحة جاية من العراق أو من الكوفة رايحين على مكة، أو راجعين من مكة رايحين على الكوفة بالعراق، الطريق ده كله هو زوده وحط فيه أنوار وحط فيه منارات لإرشاد المسافرين أو لهداية المسافرين في الطريق. تالت حاجة عملها قدر إن هو ياخد مدينة الأنبار عاصمة لدولته العباسية. فين مدينة الأنبار؟
الانبار؟ قال لي مدينه الانبار في العراق. يبقى بالتالي مين هو اللي وضع حجر الاساس او قام بتثبيت اركان الدوله العباسيه؟ هو ابو العباس عبد الله. نروح بعد كده للخليفه ابو جعفر المنصور، الخليفه الثاني ابو جعفر المنصور. طيب قال لي ابو جعفر المنصور حكم من سنه 136 هجريا ل 158 هجريا، بس المؤرخون اعتبروه المؤسس الحقيقي للدوله العباسيه. طيب هو عمل ايه علشان يبقى المؤسس الحقيقي للدوله العباسيه؟ قال لي قام باعمال كتيره جدا وكلها اعمال مهمه. اول حاجه عملها ان هو قدر يسن القوانين او يضع القوانين ويحافظ على الامن والامان في كل انحاء الدوله. تاني حاجه انه قضى على الثورات اللي كانت بتحصل في عهده. تالت حاجه عملها ان هو راقب الولاه وكان بيحاسبهم. مين هم الولاه؟ قال لي الولاه اللي هم كانوا بيضعوا في كل مكان او في كل مكان جديد بيفتحوه والي، فالوالي ده كان بيبقى مسؤول عن الولايه اللي موجود فيها، فهو كان بيروح لوالي مصر، والي الشام، والي العراق، وكان بيشوف الولاة اللي هناك ويراقبهم ويحاسبهم، يشوف هما بيقوموا باعمالهم ولا لا. بعد كده اهتم بتنميه القطاعات المختلفه زي الزراعه والصناعه والتجاره، وفي عهده بنيت مدينه بغداد واتخذها مقر للخلافه العباسيه. يبقى دلوقتي ابو جعفر المنصور سمي بالايه؟ المؤسس الحقيقي للدوله العباسيه. طب اشمعنى هو المؤسس الحقيقي؟ ايه الاعمال اللي عملها خلته مؤسس حقيقي؟ هقول لكم قدر يضع القوانين، يسن القوانين، يحافظ على الامن والامان في كل انحاء الدوله العباسيه. رقم 2 قضى على الثورات. رقم 3 راقب الولاة وحاسبهم. رقم 4 قدر ان هو ينمي قطاعات الزراعه والصناعه والتجاره، اهتم بالزراعه والصناعه والتجاره. اخر حاجه اخذ مين مركز للخلافه العباسيه؟ مدينه بغداد برضو في العراق مركز للخلافه العباسيه. يبقى بالتالي لما يقول لك سؤال بغداد كانت مركز الخلافه العباسيه في عهد الخليفه من؟ ابو جعفر المنصور. يلا بينا بقى نروح للخليفه الثالث وهو مين؟ هارون الرشيد. قال لي هارون الرشيد تولى الخلافه من سنه 170 هجريا ل 193 هجريا. في الوقت ده بقى قال لي العصر العباسي وصل لقمه المجد، ذروه المجد في عهد هارون الرشيد. فبالتالي قال لي لما يجي لي سؤال يقول لي وصل العصر العباسي لذروه المجد او قمه المجد او درجه كبيره جدا من المجد والتقدم والحضاره في عهد مين؟ في عهد هارون الرشيد. طيب ايه اللي حصل او عمل ايه هارون الرشيد خلى ان العصر العباسي بتاعه يصل لقمه المجد؟ قال لي اول حاجه عملها ان الدوله الاسلاميه اتسعت الرقعه بتاعتها، مساحه الدوله الاسلاميه كبرت جدا، بقت حدودها اكبر من الاول. تاني حاجه انه اهتم بالعلوم والاداب والفنون. تالت حاجه كان مهتم جدا وكان بيعمل مساجد كبيره وكان بيعمل طور فخمه ومساجد كبيره جدا. رابع حاجه انه كان مهتم بالزراعه وبشق قنوات الري. طيب خامس حاجه بقى قال لي خامس حاجه دي كانت مهمه جدا لانه عمل سوق اسمه سوق الوراقين. السوق ده كان بيتم فيه بيجيب الكتب وينسخوها. كان المفروض زمان ما كانش فيه طبعا آلات تصوير وما كانش فيه مكان للطباعه او آلات للطباعه انه يطبع نسخ كتيره جدا من كتاب واحد، فكان الكتاب اللي موجود بيبقى هو نسخه واحده بس. فهو عمل السوق ده وكان الكتاب بيتم كتابته باكتر من كتاب تاني، فبالتالي عدد نسخ الكتب كترت، وبالتالي ده ساعد على ايه؟ ساعد على ازدهار او انتشار نسخ الكتب المختلفه وترجمتها كمان للغات اخرى. يبقى بالتالي لما يقول لي سؤال دلل بلغ العصر العباسي الاول ذروه المجد في عهد الخليفه هارون الرشيد، اتساع رقعه الدوله الاسلاميه في عهده. تاني حاجه اهتمامه بالايه؟ اهتمامه بالاداب وبالعلوم وبالفنون. تالت حاجه انه عمل مساجد كبيره وفخمه وقصور فخمه ومساجد كبيره. رابع حاجه انه اهتم بالزراعه وبشق قنوات الري. خامس حاجه انه اسس سوق الوراقين في بغداد، والسوق ده كان مهم جدا لانه كان بينسخ فيه الكتب، وبالتالي ده ساعد على ايه؟ ساعد على انتشار نسخ الكتب العلميه وترجمتها. فبالتالي لما يجي لي سؤال يقول لي ما النتائج المترتبه على انشاء سوق الوراقين في بغداد؟ ادى الى ايه؟ هقول له ادى الى انتشار نسخ الكتب المختلفه وترجمتها. نروح بعد كده لابن هارون الرشيد وهو الخليفه المأمون. المأمون ابن هارون قال لي تولى الخلافه سنه 198 هجريا ل 218 هجريا. طيب عهد المأمون كان عامل ايه بقى؟ قال لي عهد كان فيه اختلاف شويه وكان فيه اهتمام بالعلوم وبالعلم وبالاسلوب الادوات الحديثه. زي ايه؟ قال لي كان فيه تقدم في العلوم وكان فيه اهتمام بالعلوم المختلفه زي الرياضيات والطب والفلسفه وعلم الفلك. قال لي كمان كان فيه اختراع لادوات حديثه جدا، وتم انشاء اول مرصد فلكي عرفوه المسلمون، وكان شغال في المرصد ده اكبر العلماء الفلك المسلمون. العصر بتاعه كان فيه ادوات جديده، ادوات تقنيه حديثه زي الاله اسمها آلة الاسترلاب. الاسترلاب ده حاجه عامله زي البوصله، ماده صغيره. قال لي الماده دي من خلالها بيقدروا يعرفوا تحديد الاتجاهات ويعرفوا مواقع النجوم ويحددوا الاتجاهات. نروح بعد كده العصر مين؟ المعتصم. المعتصم بالله. الخليفه المعتصم بالله قال لي مده حكمه من سنه 218 ل 227. المعتصم عمل ايه؟ قال لي عمل حاجتين بس. قال لي اول حاجه انه اهتم بالجيش، تاني حاجه انه بنى مدينه سامراء او مدينه سامراء. يبقى بالتالي اهتم
تهتم بالجيش. فاكرين لما قلت لكم المعتصم بالله استعان بالجنود الاتراك، وده كان سبب من اسباب الانهيار في العصر العباسي الثاني. هنا بقى الخليفه المعتصم ما كانش متخيل ان ده هيحصل، فقال انا مش على درايه كافيه بالجيش، فهجيب ناس تهتم بالجيش اللي هم مين؟ الاتراك. طب ليه استعان بيهم الخليفه المعتصم؟ قال هو محتاج قوه تجيله من بره علشان يقضي على الثورات اللي بتحصل في عهده. تاني حاجه بنى مدينه اسمها ايه؟ سامراء. طيب نروح بقى بعد كده، الدوله العباسيه هتقع وهتسقط وهتنهار على يد مين؟ والدوله العباسيه هتقع ليه؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. سقوط الدوله العباسيه. طيب يا ترى الدوله العباسيه سقطت على يد من؟ هقول له على يد المغول. ليه الدوله العباسيه اصلا سقط؟ احنا اتفقنا ان كان فيها عصر عباسي اول وعصر عباسي تاني. العصر العباسي الاول كان عصر مزدهر، طب العصر الثاني كان عصر ضعيف، فاكيد السقوط ده حصل في عصر الايه؟ الضعف والفوضى والانهيار. فبالتالي لما يقول لي ايه هو اسباب سقوط الدوله العباسيه، هقول له اول حاجه الصراع على الحكم. كان في صراع. فاكرين من اسباب سقوط الدوله الامويه لما قلنا الصراع على الحكم من القبائل العربيه ومن الاسره الايه؟ الامويه. هنا برضو في الدوله العباسيه قال لي من اسباب السقوط هو الصراع على الحكم. تاني حاجه قال لي ضعف الدوله سياسيا واقتصاديا. الدوله كانت ضعيفه، مش قادره تسيطر على شؤون الدوله الداخليه. الاقتصاد، الفلوس برضو ما كانتش احسن حاجه في الفتره الاخيره، كل ده وقع وانهار. تالت حاجه قال لي انغماس الملوك في حياه الطرف. الملوك بداوا يتجهوا لاتجاهات شخصيه، كل واحد يشوف هو عاوز ايه، محتاج لايه. بداوا يروحوا بقى للرفاهيه والحياه، ويبعدوا عن الحكم ويبعدوا عن الهدف الاساسي من المنصب اللي هم قاعدين فيه. رابع حاجه والنقطه اللي انتوا عارفينها اللي خاصه بالمعتصم بالله، اللي هو سيطره العناصر الغير عربيه على الحكم، اللي هم مين؟ الاتراك اللي مين استعان بيهم؟ خليفه المعتصم بالله. استعان بيهم ليه؟ في الجيش علشان يقضي على الثورات اللي حدثت فين؟ في عهده. فبالتالي لما يقول لي ايه هي اسباب سقوط الدوله العباسيه، هقول له اول حاجه الصراع على الحكم، تاني حاجه ضعف الدوله سياسيا واقتصاديا، تالت حاجه قلنا انغماس الملوك في حياه الطرف، اخر حاجه سيطره العناصر الغير عربيه اللي هم الاتراك على الحكم وعلى الايه؟ الجيش. فبالتالي كل الاسباب دي كانت كفيله ان هي تخلي جماعه المغول يجوا وياخدوا ثروات الدوله العباسيه مستغليه حاله الضعف والانهيار اللي هم فيها. حد هيقول لي يا ميس طب ازاي والمعتصم بالله حضرتك قلت ان هو اللي جلب الاتراك وكان من اسباب سقوط الدوله ان الاتراك تدخلوا في شؤون الجيش؟ هقول لك لا، هو بس المعتصم بالله استعان بيهم في وقت الجيش علشان يقضوا على الثورات، بس في عهد المعتصم لحد ما نهى الحكم بتاعه او لحد ما الخليفه اللي بعده جه مسك الحكم، الاتراك ما كانش لسه نفوذهم زاد. نفوذ الاتراك زاد في العصر العباسي الثاني. ومين اللي جابهم؟ الخليفه المعتصم اللي هو كان من العصر العباسي الاول. هو الخليفه في العصر العباسي الاول، بس الناس اللي جابهم نفوذهم زادوا في العصر العباسي الايه؟ الثاني. في اختراع مهم جدا في العصر العباسي وهي الساعه المائيه الميكانيكيه. الساعه المائيه الميكانيكيه دي اهداها الخليفه هارون الرشيد لملك الروم. تخيلوا يعني احنا المسلمين، احنا العرب اهدينا الخليفه او حاكم الروم بساعه ميكانيكيه مائيه اول مره كان يشوفها، واول مره في حياته يشوف الاختراع ده، لدرجه ان هو كان خايف من شكل الساعه ومن حجمها وازاي انها بتطلع صوت. لما كل ساعه تعدي كانت بتطلع صوت، فكان خايف من الصوت بتاعها وخايف من شكلها ومش متخيل ايه الاختراع اللي المسلمين عاملينه ده. فدلوقتي حاجه تدل على تقدمنا في العلوم وتقدمنا في الفلك والفيزياء والميكانيكا هو اختراع الساعه المائيه الميكانيكيه. مين اللي اهداها لمين؟ اهداها الخليفه هارون الرشيد لملك الروم. اما عن مكانه المراه في العصر العباسي، نشوف السيده زبيده زوجة الخليفه هارون الرشيد. قال لي السيده زبيده كانت ذكيه جدا وبتتميز برجاحه العقل والافكار اللي كان الخليفه هارون الرشيد ما بيستغناش عنها في كل كبيره وصغيره، كان دايما بيلجأ لها في كل حاجه وبياخد برايها لانها كانت ذكيه وكانت معروفه ان هي بتساعد العلماء وبتساعد الفقهاء، وكمان كانت بتقدم احواض لسقيا الحجاج بتبقى ممليه بالميه علشان طبعا يشربوا منها وهم في الطريق ما بين بغداد لمكه المكرمه. طبعا الحجاج وهم رايحين الطريق طويل جدا فمحتاجين ميه، فهي اهتمت بحفر الاحواض طبعا اللي كانت بتمتلئ بالميه علشان الحجاج دول كانوا يشربوا منها. وبكده نكون انتهينا من الدرس الثاني عصر الدوله العباسيه. يا رب تكونوا استفدتوا وتكونوا فهمتوا وركزتوا معايا على اهم النقط في الدرس. ان شاء الله نتقابل في الحصه الجايه ودرس جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.